كل يوم بنقف قدام قرارات مصيرية، قرارات ممكن تغير مسار حياتنا بالكامل، زي مثلا انك تسيب شغلانتك وتروح شغلانة جديدة، او انك تستثمر الفلوس بتاعتك في فرصة ولا تانية، او انك مثلا تتجوز شخص ما. والمشكلة هنا مش بس في صعوبة القرارات نفسها، لكن المشكلة ان معظمنا بياخد القرارات دي بطريقة عشوائية، شوية احساس من هنا على شوية نصايح من هنا وهناك مع شوية مقارنات على السوشيال ميديا، وفي الاخر بناخد قرار ونفضل نشكك فيه او نندم عليه. وتخيل بقى لو خدت قرار غلط في حاجة زي الشغل مثلا، ممكن تلاقي نفسك بتضيع سنين من فرص النمو والترقيات، او مثلا انك تاخد قرار استثماري غلط يخسرك كل السيفنجز بتاعتك، او قرار متسرع في الجواز يخليك تعيش في علاقه تعيسه. القرارات دي غلط جدا انها تمشي بالحظ، لانها بتحدد شكل حياتك بالكامل، ولان موضوع اتخاذ القرارات ما ينفعش يكون عشوائي. فانا ناقشت في تجاربي الشخصيه وفي بعض الكتب اللي تناولت الموضوع ده باستفاضه، وجمعت لك في الفيديو ده 8 اساليب علميه هتساعدك ان شاء الله في تحسين قدرتك على اتخاذ قرارات صائبه في حياه مليئه بالاختيارات. اولا لازم تفهم نوع القرار اللي قدامك. جيف بيزوس مؤسس امازون عنده تقسيمه بسيطه وعبقريه للقرارات. بيقولك ان في نوعين من القرارات. النوع الاول هو وان واي دور او باب اتجاه واحد. دي قرارات لو خدتها مش هتقدر ترجع فيها بسهوله، زي مثلا قرار الجواز او قرار انك تسيب وظيفتك عشان تبدا مشروع جديد. القرارات دي محتاجه وقت وتفكير عميق ودراسه مستفيضه، لان تكلفه الرجوع فيها عاليه. اما النوع الثاني اسمه تو واي دور او باب الاتجاهين. دي قرارات لو خدتها وما ظبطتش تقدر ترجع فيها بسهوله، زي مثلا انك تجرب كورس جديد او انك تروح مطعم جديد. القرارات دي ما تستاهلش منك وقت كتير، لازم تاخدها بسرعه وتجرب، ولو نفعت هتكمل فيها، ولو ما نفعتش فرجوعك فيها سهل. المشكله بقى ان معظم الناس بتتعامل مع كل القرارات بنفس الطريقه، يا اما بتاخد كل القرارات بسرعه وبدون تفكير حتى المصيريه منها، يا اما بتضيع وقت رهيب في قرارات بسيطه ما تستاهلش. فاول خطوه عشان تاخد قرارات افضل في حياتك لازم تسال نفسك السؤال ده: القرار ده لو اكتشفت انه غلط هل هقدر ارجع فيه بسهوله ولا لا؟ لو الاجابه ايوه يبقى ما تضيعش وقت كتير وخد القرار بسرعه، اما لو الاجابه لا يبقى لازم تطبق الخطوات الجايه. تاني خطوه لازم تحدد معاييرك قبل ما تبص على الاختيارات. اكبر غلطه بيعملها الناس في القرارات الكبيره انهم بيبصوا على الاختيارات قبل ما يعرفوا هم عايزين ايه اصلا. الابحاث في علم النفس السلوكي اثبتت ان الناس اللي بتحدد قيمها ومعاييرها الواضحه قبل ما تبص على الخيارات بتاخد قرارات افضل وبتندم اقل. يعني مثلا لو بتفكر تغير شغلك، قبل ما تبص على العروض المتاحه لازم تقعد وتكتب ايه هي المعايير المهمه ليك في الشغل. هل الراتب؟ هل فرص التعلم؟ هل التوازن بين الحياه والشغل؟ هل المنصب بتاعك؟ هل الاستقرار الوظيفي؟ هل فرص النمو؟ لازم تكتب كل المعايير دي وتحط لكل واحد منها وزن من 10. مثلا التعلم 10 من 10، الراتب 8 من 10، التوازن 7 من 10، وهكذا. كده لما يجيلك عرض جديد هتلاقي نفسك بتقيمه على اساس المعايير دي، مش على اساس احساسك وقتها. لو العرض الجديد بيديلك راتب اعلى بس التعلم فيه اقل، هتعرف بالظبط انت بتضحي بايه عشان ايه وتاخد قرار واعي. نفس الموضوع لو بتفكر تشتري شقه، قبل ما تروح تتفرج على شقق لازم تكتب معاييرك: هل المساحه؟ هل الموقع؟ هل السعر؟ هل القرب من الشغل مثلا؟ ولازم تحط وزن لكل معيار من دول. كده لما هتيجي تبص على شقق مش هتتشتت، هتقيم كل شقه بناء على معاييرك الواضحه ومش هتندم بعدين. بس لو بتفكر في الجواز، قبل ما تقيم الشخص اللي قدامك لازم الاول تحدد القيم الاساسيه اللي لازم تكون موجوده فيه، زي الامانه، التوافق، الرؤيه المستقبليه، طريقه التعامل مع الفلوس مثلا. كده مش هتنبهر بمظاهر خارجيه وتنسى الاساسيات. الدراسات العلميه بتاكد ان الطريقه دي بتقلل التحيز العاطفي وبتخليك تاخد قرارات اكثر عقلانيه. ثالث خطوه استخدم تقنيه العشرة 10 10. في تقنيه بسيطه اسمها 10 10 10. والفكره هنا انك لما تيجي تاخد قرار مهم لازم تسال نفسك 3 اسئله: هحس ازاي بالقرار ده بعد 10 دقائق؟ واحس بايه بعد 10 شهور؟ واحس بايه بعد 10 سنين؟ التقنيه دي قويه جدا لانها بتخرجك من المشاعر اللحظيه وبتخليك تبص للقرار من منظور اوسع. يعني مثلا لو عرض عليك شريك انكم تفتحوا مشروع مع بعض، بعد 10 دقائق من القرار هتحس بحماس وطاقه ومستقبل والكلام ده كله، لكن بعد 10 شهور ممكن تكون اكتشفت ان الشريك ده مش موثوق فيه، او ان رؤيتكم مختلفه وبقيتوا دايما في مشاكل. بعد 10 سنين ممكن تلاقي نفسك ندمان انك دخلت في شراكه من غير ما تعمل بحث كافي عن الشريك ده. مثال تاني مثلا في الجواز، بعد 10 دقائق او 10 ايام حتى ممكن تلاقي نفسك مبسوط انك اتجوزت شخص ما. بعد 10 شهور هتكون عايش الحياه بتاعتك اليوميه مع الشخص ده وهتعرف حقيقه التوافق بينكم. وبعد 10 سنين لو كان اختيارك صح هتكون بنيت حياه مستقره وسعيده، ولو كان غلط هتكون للأسف دفعت ثمن كبير. رابع أسلوب لازم تفصل بين التفكير السريع والتفكير البطيء. في نظرية شهيرة في علم النفس معروفة باسم سيستم 1 وسيستم 2، النظام الأول والنظام التالي. النظام الأول هو التفكير السريع التلقائي العاطفي، ده اللي بيخليك تحس بإحساس فوري تجاه قرار معين.
اما النظام التاني هو التفكير البطيء التحليلي المنطقي، ده اللي بيخليك تحسب الارقام وتشوف الاحتمالات وتفكر في العواقب. الابحاث اثبتت ان الناس اللي بتخلط بين النظامين من غير وعي بتاخد قرارات اسوأ. فالطريقه الصح هنا انك تستخدم النظام الاول عشان يطلع لك افكار وخيارات واحساس اولي، وبعدين تستخدم النظام التاني عشان تراجع القرار بشكل منطقي. يعني مثلا لو بتفكر تتجوز حد، النظام الاول ممكن يديك اشارات ان في كيمياء بينكم وفي انجذاب ومشاعر كويسه، لكن بعدين لازم تشغل النظام التاني وتسال نفسك اسئله منطقيه. هل القيم بتاعتنا متوافقه؟ هل رؤيتنا للمستقبل واحده؟ هل طريقه تعاملنا مع الفلوس متشابهه؟ كده انت جمعت بين الاحساس والمنطق وقدرت تاخد قرار متوازن. خامس اسلوب، استخدم منظور الخارج قبل منظور الداخل. من اكبر الاخطاء في اتخاذ القرارات اننا بنعتمد على تجربتنا الشخصيه وقصصنا الفرديه وبنتجاهل الاحصائيات والبيانات الموجوده. الابحاث العلميه بتاكد ان الناس اللي بتبدا بمنظور الخارج، يعني الاحصائيات العامه، بتاخد قرارات ادق بكتير. طيب يعني ايه منظور الخارج؟ يعني قبل ما تاخد قرار لازم تسال نفسك ايه اللي بيحصل عاده في الحالات المشابهه، ايه نسبه النجاح والفشل. بس لو بتفكر تبدا مشروع جديد، قبل ما تقول انا منتجي او خدمتي جامدين، لازم ابص الاول على الاحصائيات. في كام في المية من المشاريع الجديده بتنجح في اول سنتين؟ في كام في المية بتفشل؟ ايه الاسباب الشائعه للفشل؟ هل المنتجات بتاعتي فعلا الناس محتاجاها في السوق ولا لا؟ بعد ما تعرف الصوره العامه، ساعتها بتبتدي تشوف حالتك الخاصه وايه اللي هيخليك ناجح. الطريقه ديت بتحميك من الثقه الزايده، بتخليك تحط خطه واقعيه. نفس الكلام لو بتفكر تغير مجالك المهني، لازم الاول تبص على الاحصائيات. الناس اللي غيرت مجالها في نفس سنك ونفس ظروفك، في كام في المية منهم نجحوا، وفي قد ايه منهم فشلوا، وايه التحديات اللي واجهوها. كده انت بنيت قرارك على ارض صلبه مش على اوهام واحلام. سادس اسلوب، استخدم تقنيات علميه لتقليل التحيز. كلنا عندنا تحيزات في طريقه تفكيرنا، ودي حاجه طبيعيه في الدماغ البشريه، لكن في تقنيات عمليه بسيطه بتقلل التحيزات دي وتخليك تاخد قرارات افضل. اول تقنيه اسمها consider the opposite او اعتبر العكس. الفكره ببساطه هنا انك قبل ما تاخد قرار بتجبر نفسك انك تفكر في كل الاسباب اللي ممكن تخلي اختيارك غلط. يعني مثلا لو قررت انك هتستثمر في شركه ما وانت متحمس للموضوع، لازم الاول تقعد وتكتب 10 اسباب ممكن تخلي الاستثمار ده يفشل. ممكن مثلا المؤسسين ما يكونوش عندهم خبره كفايه، او ممكن السوق يكون صغير، او ممكن المنافسه بتاعتهم تكون شرسه. لما تجبر نفسك انك تفكر في الاسباب دي هتبقى اكثر موضوعيه وهتشوف الصوره كامله مش الجزء اللي عاجبك بس. تاني تقنيه اسمها accountability او المساءله. الفكره هنا انك تفترض انك هتشرح قرارك لشخص خبير وناقد ومحترف في المجال. بمجرد انك تفكر بالطريقه دي هتلاقي نفسك بتبذل مجهود ذهني اكبر وتفكر في تفاصيل اكتر. يعني مثلا لو قررت تسيب شغلك، تخيل انك هتشرح القرار ده لمستشار مهني محترف. ايه الحجج اللي هتقدمها؟ ايه الارقام والحقائق اللي هتستند عليها؟ لما تفكر بالشكل ده هتلاقي نفسك بتدقق في قراراتك اكتر. تالت تقنيه اسمها perspective taking او اخذ المنظور. الفكره هنا انك تتخيل نفسك بعد 5 سنين او 10 سنين عايش مع نتائج القرار ده. تخيل نفسك المستقبليه بوضوح، شكلك هيبقى عامل ازاي، هتكون بتعمل ايه، هتكون حاسس بايه. لو تخيلت نفسك بعد 5 سنين ندمان على قرار معين، دي اشاره قويه بتقول لك ما تاخدوش. التقنيات الثلاثه دول بسيطه وسهل انك تنفذهم وهيساعدوك كتير جدا في تحسين قراراتك. سابع اسلوب، صمم البيئه اللي حواليك عشان تخدم قراراتك. واحده من اذكى الطرق لاتخاذ قرارات افضل انك ما تعتمدش على قوه الاراده، ولكن تصمم البيئه حواليك بطريقه تخلي القرار الصح هو الاسهل والقرار الغلط يكون صعب. الابحاث في الاقتصاد السلوكي اثبتت ان الناس بتتاثر بشكل رهيب بتصميم الاختيارات حواليهم. يعني مثلا لو قررت انك عايز تستثمر جزء من دخلك كل شهر، بدل ما تعتمد على انك تفتكر كل شهر تحول الفلوس، اعمل تحويل تلقائي من حسابك الجاري لحساب الاستثمار اول كل شهر. كده القرار الصح بقى هو الديفولت وانت مش محتاج تفكر فيه. نفس الموضوع لو بتفكر تبدا مشروع جانبي بس كل يوم بترجع بالشغل تعبان وبتفتح نتفليكس بدل ما تشتغل على مشروعك، لازم تغير البيئه بتاعتك. تشيل تطبيقات التواصل الاجتماعي من تليفونك، تخلي اللابتوب بتاعك مفتوح وموجود على المكتب والملفات اللي محتاجها جاهزه. تامن اسلوب، اختبر الميه قبل ما تغطس. واحد من اذكى الاستراتيجيات في اتخاذ القرارات الكبيره هو انك تحول القرار الكبير لسلسله قرارات صغيره قابله للعكس. بدل ما تقول هفتح مشروع واسيب شغلي، ابدا الاول بمشروعك كمشروع جانبي في اوقات فراغك لحد ما يثبت نفسه. بدل ما تقول مثلا هغير مجالي المهني بالكامل، خد كورس في المجال الجديد وشوف فعلا هيعجبك ولا لا. بدل ما تقول هستثمر كل فلوسي في فرصه واحده، ابدا الاول بمبلغ صغير واختبر السوق وشوف النتائج. وانت كده مش بس بتقلل المخاطره، انت كمان بتجمع معلومات حقيقيه من ارض الواقع بتساعدك في انك تاخد القرار بتاعك بثقه اكبر. يا ترى انهي خطوه من الخطوات دي حاسس انك محتاجها دلوقتي في قرار معين واقف قدامك؟ عايزك تكتب لي في التعليقات، ولو استفدت من الفيديو يا ريت تدعم القناه، والسلام عليكم.